جايب لك طريقه باستخدام الذكاء الاصطناعي تقدر تعمل صور زي دي واحسن. زي ما انت شايف دي الصور، وفي صور تانية كتير قوي معايا كويسه قوي. وطبعا الموقع ده انت كل ما بتديله صور ليك واضحه والجوده عاليه بيطلع لك صور عاليه الدقه احسن من دي بكتير قوي. فبسرعه كده هوريك دلوقتي ازاي تقدر تسجل حساب عليه من غير حتى ما تدخل الجيميل بتاعك. ممكن تجيب اي ايميل تاني وهمي، وهقول لك تعمل ده ازاي عشان تقدر تستخدم اكتر من حساب لو حبيت يعني. لان الموقع ده هو مش مجانا، هو بيدي لك 5 صور تعملهم مجانا، بس في تريكايه كده انا هوضحها لك في الفيديو ده تعملها ازاي علشان تاخد كل مره هتسجل فيها حساب جديد تاخد ازاي الصور دي مجانا. احنا هنا هنعمل ايه؟ هنبدا نروح بقى على الخانه دي كده، علامة البروفايل دي، وهتبدأ تنزل هتلاقي في حاجة اسمها ساين اب. انت طبعا لسه جديد، لسه هتعمل انشاء، فهتبدأ تعمل ساين اب. زي ما انت شايف هنا بيقول لك دخل اليوزر نيم، دخل الايميل، دخل الاسم. زي ما قلت لك الايميل مش لازم يكون الايميل بتاعك، ممكن نستخدم ايميل وهمي عادي ما فيش اي مشكلة. هبدأ ارجع اروح مثلا ادخل على جوجل، ابدأ اكتب مهمل، الكلمة اللي قدامك دي هتسيب اول حاجة هتظهر لك، هتدخل على التانية. الاول ده حلو برده مش وحش بس بياخد وقت. هنا طبعا الموضوع هنا اسهل بكتير قوي. هو هنا هيبدا يجيب لك ايميل، هتبدا تعمل له نسخ، هتبدا تروح على الموقع زي ما هنشوف دلوقتي. عملت له نسخ وهبدا انزل كده، ارجع ادخل على الموقع وهبدا هنا اعمل الايميل. بكده انا خلصت من الايميل. هنا بيقول لك اكتب لي اليوزر نيم، الموضوع سهل. انت اسمك مثلا محمد، هتكتب محمد وتاريخ ميلادك. مثلا انت اسمك محمود، نفس الكلام. انا طبعا عشان مسجل يعني حساب وكنت كاتب اليوزر نيم ده، فبدات اكتب اي ارقام بجانب اسمي. هنا طبعا الباسورد ممكن اعمل اي باسورد، لان انا كده كده عامل حسابات كتيره مش فارق معايا. انا بوريك بس هتسجل ازاي، وهكمل لك بقيه الشرح على حسابي الاساسي واقول لك ازاي تعمل صوره. الموضوع مش صعب يعني، انت حاول تلقط بس الحاجات المهمه. تمام، هنبدا نعمل كرييت. بالافضل انك تعمل حفظ علشان لو نسيت الباسورد فتبقى عارف. طيب هنا بيقول لك طبعا وصل لك رساله فيها لينك. اللينك ده مجرد ما تضغط عليه الحساب بتاعك هيتاكد. لو جيت تنزل تحت كده وجينا نبص هتلاقيه اهو رساله من الموقع. هبدا اضغط بس كده وهيبدا يفتح لي الرساله اكنك فاتح الجيميل عادي، وهتبدا بس تضغط على اللينك ده وهيبدا يحولك تاني على الويب سايت اللي انت فاتحه، وبكده هيكون اكد لك الحساب بتاعك. طيب الموضوع كده سهل، التسجيل سهل مفيش اي صعوبه. فزي ما انت شايف هتبدا تعمل كونتينيو ان كده تم تاكيد الحساب. طبعا باقي الخطوات كلها سهله، الموضوع مش صعب. انت هتعمل ايه؟ هتبدا تروح تضيف الصور بتاعتك. زي ما قلت لك حاول تضيف صور كويسه قوي، صور تكون واضح فيها. تمام، انت بتدخل على علامه الموجب دي اللي هي كرييت دي، وهتبدا تدخل تضيف له بقى الصور بتاعتك. الصور طبعا تكون سيلفي، يكون شكلك واضح. زي ما انت شايف جاب لك بعض التعليمات ادي اهو، جايب لك الصور. اتصور زي الصور دي، او لو عندك صور زي دي واضحه كده ابدا ضيفها، بلاش تتصور الصور دي. ادي اهو بيقول لك افويد، تجنب الصور دي. صور مع اشخاص، صور انت مدي ظهرك او جنبك او ايا يكن، او نضاره شمس، الكلام ده كله طبعا هيخلي لك النتيجه مش احسن حاجه، ومش بعيد اساسا الشخصيه تطلع ما تبقاش واضحه او كلير. زي ما انا وريتك في اول فيديو الصور بتاعتي كانت عامله ازاي. فالاحسن ان انت تضيف صور كويسه قوي ليك. تبدا تضيف الجنس بتاعك، هتبدا طبعا تحدد العمر بتاعك انت شاب ولا طفل، وهتبدا طبعا تكتب هنا اسم الممثل او اسم الشخصيه. اكتب طبعا اي حاجه، عاوز تكتب اسمك مفيش مشكله. هنا هتبدا تضغط على الكلمه دي. انت شايف فتح لي اهو الصور. هبدا اختار الصور بتاعتي. الصور بتاعتي بعد ما اختارها هتبدا تحمل، وهتشوف دلوقتي بعد ما تحمل هتبدا تظهر معايا. طبعا انا اخترت 5 صور بس لان انا بوريك الطريقه، انا اوريدي عامل حساب تاني. انت بعد ما بتضيف صورك بقى تركز في التركيه اللي جايه، لان دي اللي هتخليك تقدر تستخدم الموقع بسرعه. لان الموقع لو انت ما عملتش الخطوه اللي جايه دي صدقني هتقعد يوم او يومين او 3 او يعني يكن بقى الوقت، هتقعد كتير قوي على ما يبدا يضاف لك شخصيه في الموقع. فانت بتعمل التركيه دي علشان تقدر تكمل ان انت تستخدم الموقع ده. ال5 بوينت اللي بيديهم لك تستخدمهم ببلاش، اللي هم 5 صور، وبتقدر تعمل صور كتير من خلال الايميلات الوهميه اللي انا وريتك تسجل ازاي وتقدر تعمل ايه علشان تقدر تستخدم الموقع ده. زي ما انت شايف كده الصور اكتملت. تمام، اول ما يجي لك كده تعرف ان الصور خلصت وتقدر تعمل ستارت. الموضوع سهل مفيش اي مشكله خالص. هو بس الفكره كلها في التركيه اللي هتيجي دلوقتي. يعني هتلاقي هنا بيقول لك جيت فري، انت ليك فري، بس الفري ده
مش هتعرف تستخدمه، هتستخدمه عادي بس الصورة علشان تتكون ممكن تقعد لها باليوم يومين 3. انا جربت ده لقيت قعدت معايا كتير قوي. طيب انا علشان اتجنب ده والصورة تتعمل لي في خلال ساعتين 3 نص يوم، ما تطولش معايا اكتر من كده، يبقى تعمل الخطوة المهمة دي جدا. تمام، هتبدأ تضغط هنا كده. تمام، تبدأ تعمل جيت ماي دي، وهيبدا طبعا يجي يقول لك دخل لي بقى الفيزا بتاعتك وتاريخ الانتهاء والكلام ده. طيب هل انا دخلت الفيزا بتاعتي؟ لا. هقول لك عملت ايه. عملت حركه صايعه كده، هنا بدات اكتب رقم فيزا قديم يعني كتبته عادي صح، وهنا بدات يعني الارقام اللي هنا دي اللي هو تاريخ الانتهاء والسي في ده انا بدات اكتب اي رقم يعني، فاهم؟ زي ما هوريك دلوقتي ادي هو رقم، حتى رقم انا مش هخفيه يعني، لو اي حد عاوز يكتبه ومش عارف يعمل ايه يكتب الرقم ده. هنا هبدا اعمل بقى اي تاريخ انتهاء، وليكن مثلا 1 2025 مثلا. هنا السي في ده اكتب مثلا 810 710، بص اللي يجي في دماغك، المهم يبقى مكون من 3 ارقام والتاريخ ده يبقى مظبوط وما يجيلكش اي حاجه فيها لون احمر. لو جالك اي حاجه فيها لون احمر غير الارقام. تمام، بس هو اكتب اللي قدامك ده وهيشتغل معاك عادي. هنا طبعا بيقول لك اكتب لك الاسم، يا اما هكتب برده الاسم، اكتب اي حاجه. تمام، زي ما انت شايف هتبدا تعمل طبعا هنا سيف كارد، مش لازم تضغط على اي حاجه ثانيه، اكتب بس اعمل سيف كارد بس مش اكتر. هنا طبعا عاوز تتاكد انت انسان ولا روبوت، فهنبدا نعمل كده ايام هيومن. زي ما انت شايف بعد ما تاكد معايا هتلاقي لك صح كده، وبعد كده بيفتح معاك الصفحه تاني، وهتلاقي بقى في هنا خانه هتظهر جنب المربع ده او المستطيل ده، في حاجه هتظهر هنا دي اللي هيظهر فيها شكل الشخصيه بتاعتك، وهوريها لك بقى على حسابي بتاعي الاساسي اللي انا مسجل فيه. تمام، فدلوقتي زي ما انت شايف هنا هيبدا طبعا يجي لك رساله، تعمل هنا علامه صح وتبدا تعمل جوت ات. وطبعا زي ما انت شايف كده بيقول لك ان الاكتور او الشكل بتاعك هيظهر في خلال ساعات. زي ما قلت لك هو بيقعد يعني مش هيعدي نص يوم، طالما انت حطيت خانه الفيزا دي مش هيقعد نص يوم. عاوز ان انت تسيب بقى من غير ما تحط فيز والكلام اللي احنا عملناه ده، عاوز ان انت تسيبه كده يبدا يكرت الشخصيه مع نفسها، مفيش اي مشكله، بس هياخد وقت شويه، يومين 3 4. فعلشان كده بقول لك ابدا اعمل الفيزا، حتى الرقم اللي انا كتبته قدامك غير، لو جالك اي لون احمر او حاجه غير في الارقام لحد ما يظبط معاك ومش هياخد وقت يعني. تمام، لا بقى نرجع للحساب بتاعي علشان اقول لك ازاي تقدر تعمل الصوره بتاعتك. حتى هو بيدي لك اهو امثله، انت ممكن تدخل تعمل كرييت على طول هيجي لك شكلك على الصور دي. هبدا ادخل على حسابي الاساسي، ادي اهو زي ما انت شايف ده شكل اهو، وبيقول لي في 5 فري صور تقدر تعملهم. طيب في طبعا قبل ما نستخدم اي حاجه، الصوره اللي قدامك دي انت لو عاوز تحفظها عندك اضغط بس كده عليها ضغطه مطوله، وهيجي يقول لك داونلود او تنزيل، وهتبدا تنزل معاك. انا شايف يا صاحبي بعد ما ضغطت على الشكل اللي عجبني في الموقع بدا يفتح لي الصفحه دي. هنا طبعا علشان تخلي صورتك بدات ان انا اشيل الاسم اللي كان موجود وحطيت الاسم بتاعي. عملتها ازاي؟ مسحت ده كده وخليت كل الكلام اللي قدامك ده زي ما هو. بدات اعمل هنا اد فيس، ادي اهي قدامك اد فيس، وهبدا اضغط بقى على الشكل بتاعي. تمام، وبعد ما ضغطت على الشكل بتاعي نزلت تحت كده خالص، ما عملتش اي حاجه تانية، وبدات اضغط على جنريت. اول ما عملت جنريت مفيش دقيقه جاب لي الصوره زي ما انت شايف كده. يعني الصراحه مفيش حلاوه اكتر من كده. ادي اهو الشكل واضح قدامك، ده يعتبر من احسن المواقع اللي الواحد يشتغل عليها. طيب تقدر تعمل طبعا 5 صور، معاك 5 صور تقدر تعمل الكلام ده. ممكن انت تكتب الكلام اللي انت عاوزه بس طبعا بالانجلش، يعني مش تكتب بالعربي، هتكتب بالانجلش. ممكن تروح على جوجل ترانسليت تكتب الكلام بالعربي وتيجي تضيفه هنا عادي زي ما انت عاوز. تمام، انا مش هعرف اطول عليك اكتر من كده، الفيديو طول شويه زي ما قلت لك علشان بس النت للاسف النت وحش قوي في مصر. زي ما انت شايف على ما افتح تابه للثانيه بياخد وقت. وقبل ما اختم الفيديو هوريك طبعا زي ما قلت لك انت بتضغط بس على الصوره كده وبتبدا تعمل داونلود وبتنزل معاك على طول. تمام، طبعا في صور تانية، يعني الصور دي برضو تقدر تحملها كده زي ما انت شايف ادي اهو. تمام، وطبعا لو حبيت الصوره دي تحملها تمام مفيش مشكله. تمام، عاوز تعدل بقى على الكلام ده كله خالص كده تروح شايله كده خالص وتكتب مثلا ان انت عاوز صوره في الجيم، عاوز صوره مثلا في استوديو اكنك واحد يوتيوبر مثلا، فهيجي لك الصوره اكنك يوتيوبر. ففي طبعا حاجات كتيره، وفي موقع بيرشح لك صور زي ما انت شايف. انت مجرد ما بتضغط على الصوره وتغير بس اليوزر نيم بتاعك من خلال الاد فيس بيبدا يجي لك الشخصيه بتاعتك زي ما شفت كده. تمام، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبك.
تنساش يا صاحبي بجد، عشان والله العظيم الواحد تعب، يا ريت تعمل لايك كومنت وتشير الفيديو ده مع اي حد لو انت حابب ان هو يعمل صور بالشكل ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.